والحكومة من ناحيتها لعبت دور مهم ورئيسي. عاصمة إدارية، عالمين جديدة، منصورة الجديدة، توسعات الشيخ زايد والتجمع. وده خلق حالة أنا بسميها عقار بلا سقف. الكل بيشتري والكل بيبيع، والسوق بقى أداة ادخار مش بس للسكن. طب العقار في المستقبل هيكون شكله إيه؟ رأي معظم خبراء السوق بيتمحور حوالين 3 نقط. أول حاجة، الطلب ما زال موجود وقوي. مصر بتزيد سنويا حوالي 2 مليون نسمة، وده معناه احتياج مستمر للسكن. 2، الأسعار مش هتكون بنفس الجنون اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة. حصلت حالة تشبع في الطبقات العليا، والأسعار وصلت لمستويات فوق قدرة شريحة كبيرة من المصريين. 3، هيحصل فرز للمطورين والعملاء اللي بتشتري. المطور اللي مش هيقدم مشروع فعلي مش هيكمل، والعميل اللي بيشتري بدون وعي مش هيكمل. ومن وجهة نظري إن سوق العقارات في مصر عمره ما هينهار. عارف ليه؟ اسأل التاريخ.